عمرك سألت نفسك ليه بيقولوا ابعد عن الشر وغنيله؟ وليه بالذات غنيله؟ يعني ابعد مفهومة، بس اغني كمان؟ مين الشر اللي عايزني اغنيله؟ استنى بس، القصة ورا المثل ده اغرب من اللي تتخيله، وخليني احكي لك من الاول. من زمان زمان قوي كده المثل ده اتقال بعد مواقف وحكايات كتير بين الناس. كانوا دايما يلاحظوا ان في ناس مهما تعمل ليهم خير الشر بيطلع من تحتهم زي الدخان. ناس لو قربت منهم تتلسع، ولو خصمتهم تتلسع اكتر. فطلعوا بالحكمة دي ابعد عن الشر وغنيله. بس ليه غنيله؟ عشان المعنى مش الغنى بالمعنى الحرفي، المقصود سيبه يعدي وطنش، ما تقفش قصاده، عامل نفسك فرحان ومبسوط وخلي الشر يفوت من غير ما يلمسك. طيب تمام، بس ايه اصل المثل ده؟ وهل ليه قصة؟ ايوه، وده اشهر رواية شعبية اتقالت عنه والناس فضلت تحكيها لحد ما المثل انتشر في مصر والعالم العربي. الرواية بتقول ان في اسد كان مريض وتعبان ورائحة فمه كانت سيئة جدا. الاسد قابل حمار وقال له يا حمار ريحة نفسي عاملة ايه؟ الحمار بصراحة زيادة عن اللزوم قال له بصراحة ريحتك فظيعة. الاسد اتجنن عليه وقال له ازاي تقولي كده؟ وهوبا اكله. الاسد كمل طريقه ولقى دب سأله نفس السؤال، ريحة نفسي ايه رأيك فيها؟ الدب بقى حاول ان هو يجامل، لا يا ملك الغابة انت ريحتك احلى من الورد. الاسد غضب اكتر وقال له انت بتكذب عليا، واكله هو كمان لحد ما وصل للقرد وسأله نفس السؤال. القرد شاف اللي حصل وعقله اشتغل، لو قلت الحقيقة هموت ولو كذبت هموت، اعمل ايه؟ قال له يا ملك الغابة معلش انا اليومين دول مزكم شوية مش قادر اشم اي حاجة. فالاسد سكت وبص للقرد وسابه يمشي، لانه لو دخل هيخسر ولو اتخانق هيتاكل. فطبق المثل قبل ما يتقال، ابعد عن الشر وغنيله. القصة دي اتنقلت جيل بعد جيل، مش لانها حقيقة علمية لكن لانها بتلخص تجربة ناس كتير. في شر لو واجهته بتخسر، وتحاربه تخسر برضه، وتجامله برضه تخسر. الحل الوحيد انك تبعد وتفوت وتعيش. طب هل معنى المثل اننا نكون جبناء؟ لا طبعا، بس الفكرة هنا ان مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، ومش كل شخص يستاهل انك تشرح ليه او تقنعه او حتى تزعل عشانه. في ناس تدخل معاهم كلمة تولد مشاكل، وندخل معاهم نقاش نلاقي نفسنا في حرب. وهنا بيجي دور الحكمة، اختار معاركك مش كل معركة ليك. احنا في مجتمع النهاردة بنقابل نفس النوعية من الناس، واحد تحاول تنصحه يعتبرها اهانة، واحد تساعده يفتكرك انك ضعيف، واحد تناقشه تلاقي نفسك وسط مشكلة ملكش فيها. فالمثل بيقولك خليك ذكي، مش لازم تكسب كل جدال، ولا ترد على كل استفزاز، ولا تواجه كل شخص مؤذي. اوقات البعد هو اكبر نصر، لانه بيحفظ كرامتك وصحتك وطاقتك. وفي ناس بتنتقد المثل ده النهاردة وبيقولوا لو كلنا هنبعد عن الشر مين هيوقفه ومين هيصلح المجتمع؟ وده كلام له معنى. احنا محتاجين مواجهة، بس مواجهة بعقل، مش مواجهة طايشة تخسرك اكتر ما تكسبك. فالاصل مش الهروب، الاصل انك تفهم الشر ده قابل للاصلاح ولا لا. لو قابل يبقى نقف ونواجه ونصلح، لو مش قابل يبقى تبعد وتغني له كمان. في النهاية المثل ده مش بس حكمة، ده خلاصة تجارب ناس عاشوا قبلنا، شافوا واتلسعوا وعلمونا. بعدك عن الشر قوة. وانت من الفريق اللي يقول ابعد عن الشر وغنيله، ولا الفريق اللي يحب يواجه؟ اكتبولي رأيكم واستنوني في حكاية تانية من أمثال زمان.